السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن بعض النصايح في مرحلة التزهير، الري المنتظم وعدم التعطيش وعدم الإسراف مع مراعاة سلامة النبات وتجنب إصابته بالأمراض الفطرية خاصة البياض الدقيقي، وذلك من خلال برنامج وقائي. والانتباه جيدا لعدم الإصابة بالحشرات الثاقبة المصة، ومراعاة إدخال الكالسيوم ضمن التسميد الورقي، وإن كان محمل على أحماض بروكسيلية بيكون أفضل. هنختار المبيدات وطريقة الرش بعناية. أسعار الرز الشعير النهاردة: وصل سعر الرز الشعير العريض والصال للمضرب البضايع العالية نسبة تصافي من 680 ل 700 كيلو. أعلى نسبة تصافي وصل سعر الطن من 18,000 جنيه ل 18,200 جنيه. أما أسعار الرز الشعير الرفيع البضايع العالية: متوسط سعر الطن والصال للمضرب من 16,800 جنيه ل 17,000 جنيه. أسعار التنفيذ بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق وتكلفة النقل وهامش ربح التاجر. أما بالنسبة لأسعار الرز الأبيض من أرض المضرب: البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب زيت وبخار وسيروتكس بيتراوح سعر الطن من 28,300 جنيه ل 28,500 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب البضايع العالية: متوسط سعر الطن من 26,300 جنيه ل 26,500 جنيه للطن شكارة كمبيوتر. أما بالنسبة لأسعار مخلفات الرز السرس المطحون 2000 جنيه للطن، وسعر كسر الرز الناعم 13,200 جنيه للطن، وسعر الكون 12,500 جنيه. أما عن أسعار اللب النهاردة: في ثبات في أسعار اللب، وصل سعر اللب الكوسة 190 جنيه للكيلو البضايع العالية، واللب السوبر البضايع العالية 130 جنيه، والبضايع الوسط 110 جنيه للكيلو، والأقليات 80 جنيه للكيلو على حسب جودة اللون ودرجة البضاعة. أما عن أسعار اللب العباد الخام البضايع العالية 37 جنيه للكيلو، والبضايع الوسط 34 جنيه للكيلو، واللب الخشابي متوسط سعر كيلو البضايع العالية 200 جنيه للكيلو. انتهينا من حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.